معاكم دكتور محمد محروس. وجوه كتير وأقنعة وشخصيات متنوعة بتدهشنا في الحياة، وزي ما اتفقنا هنتكلم كل مرة عن شخصية من اللي حوالينا. والنهاردة هنتكلم عن الشخصية الوسواسية. الوسواس هو قلق مفرط، أفكار مكررة وسلوكيات بتأثر على حياة الشخص بالسلب. الوسواس بيشمل أفكار وأفعال قهرية بتقتحم عقل الشخص وتلازمه، بيعاني دايما منها لغرابتها وعدم فايدتها وتسببها في القلق. فممكن يلح على دماغ الشخص عبارات معينة أو أفكار معينة يتكرر باستمرار مع العجز عن وقف الأفكار دي، وبتبعها أفعال قهرية وبتكون استجابة لأفكار وسواسية عشان تخفف أو تمنع الانزعاج الناتج عنها، وما يقدرش يقاومها. عشان كده سوق الدهب والمجوهرات اسمه الوسواس، وكمان اسم الشيطان. طب ازاي تعرف ان حد مصاب بالوسواس؟ ده بيتعرف بانه دايما بيقول بصراحة مش عارف، بس لازم اتأكد. لو شاف حاجة واحدة غير طبيعية هيعمل عليها مليون تحليل. يعني لو برواز معوج على الحيط او السجادة شرشبة مكعبلة ممكن يتجنن وهو عايش جوه كلمات متقاطعة. بمعنى انه يسمع المكالمات ويتخيل الطرف التاني قال ايه ويعمل موضوع من لا شيء غير خياله. انواع الوسواس كتير، زي وسواس النظافة، زي الشعور بعد ما نظافة الايدين رغم تكرار غسلها، والوضوء والاستحمام اكتر من مرة. وسواس التأكيد على الاشياء، زي قفل الابواب والبوتاجاز اكتر من مرة، وعد الفلوس كذا مرة، والامتناع عن لمس ايد الاخرين او لمس مقبض الباب او الجلوس على كرسي قبل مسحه او مسحه بعد جلوس الناس، وتنظيم الاشياء الشخصية بشكل دايم وفج، وتكرار الكلمات او المصطلحات، وكمان حب الاحتفاظ بمشتريات ملهاش اي قيمة غير الاحتفاظ والاقتناء. وساعات الخوف من التلوث او السكر او الدهون او الاصابة بالامراض والضرر لنفسه وللغير، والخوف من الإحراج أو الفشل والتورط بسلوك مش لايق قدام الناس. كمان الأفكار السيئة أو الشعور بالخطيئة، وتناول مجموعة معينة وثابتة من الأغذية بترتيب لا يتغير. كمان التفكير في أمور محتملة، زي عاصفة ترابية، حر محتمل، حرب في بلاد تركب الأفيال، أو أمور غير مؤكدة زي عذاب وظلمة القبر وحياة البرزخ وشكلها، أو أمور ثابتة لا حيلة فيها زي أهوال يوم القيامة واقتراب الساعة. كل ده هو بيفكه لأجزاء صغيرة يعيش جواها. طيب، في صفات بتكون ملازمة للشخصية؟ أيوة طبعا، القلق الشديد، وهو صاحب القلق بكل تفاصيله بيعيش أفكار تكرارية وغالبا بتكون سلبية، ويفضل يقلب وينقش في الماضي ولو عدى عليه قرن من الزمن. التحقق من حاجة بشكل مكرر وروتيني ومش بيهدى أبدا. الوسواس بيعاني من ضغط نفسي نتيجة لسلوكيات وأفكار مكررة وغالبا ملهاش أساس من الواقع غير في دماغه بس. ممكن يتطور الوسواس القهري مشاعر سيئة زي العزلة، الشعور بالفشل في الدراسة أو العمل، مفيش نوم، إرهاق جسدي وعاطفي واكتئاب، نوبات هلع، أفكار انتحارية. في تطورات كتير للوسواس زي الاكتناز القهري، وهو أشهر مضاعفات للوسواس القهري. هو رغبة الشخص الملحة في اقتناء الأشياء والاحتفاظ بيها، وصعب يتخلى عنها. ولأن الشخص بيعاني من القلق الاجتماعي في معظم الأحيان بيضمن ده علاقاته العاطفية زي الارتباط والجواز. يعني بيعاني المريض من الشك دايما في شريكه، وهل هو جدير بالعلاقة، وإن كانت هذه العلاقة دي تستحق البقاء ولا لا. ده بيخلي الاستمرار في العلاقة موضوع صعب جدا. أشهر مضاعفات الوسواس القهري الاكتئاب، وده نتيجة للصعوبات التعايش مع الوسواس والهواجس والأفكار اللي بيواجهها المريض. كمان الوسواس يعيق الحياة اليومية بشكل كبير، فيخلي الشخص أحيانا يظن أن الموت هو الطريقة الوحيدة للتخلص من الاضطراب والتوتر اللي ملازمينه، وده بيزيد احتمال انه يبدأ في تفكير في الانتحار. ومن الممكن ان يلجأ المريض للوسواس
للإدمان على الكحول أو المخدرات لاعتقاده إنها هتساعده في التخلص من التوتر والقلق. بيتم شبه حوالي 20% فقط من مصابين الوسواس القهري من تلقاء نفسهم، لكن بتزيد الإصابة بالوسواس القهري في مراحل مبكرة زي المراهقة، وكمان احتمالية إنه يصبح حالة مزمنة لو بدون علاج. كمان هتزيد احتمالية الإصابة بمضاعفات الوسواس القهري، وكمان ما ننساش إنه معدي. ساعات كتير بيكون وراثي، لكن بالعلاجات الحديثة ممكن قوي أكتر من 90% يمتثلوا للشفاء. عشان كده بننصح دايما بسرعة اتجاه الأطباء المختصين، لأن التأخير غلط. تتعامل مع شخص الوسواسي، ما تتكلمش عن الوسوسة بطريقة ساخرة، وتجنب إحراجه قدام الناس لأنه مش هزار. استمع بجدية لحكاياته ومخاوفه، وحط نفسك مكانه وقدم المساعدة. حاول تقدم له معلومات علمية موثقة عن الوسواس وعلاجه، ده هيساعده على فهم المشكلة. وما تكذبش عليه لأنه هيدور وهيتأكد. ما تهجمش عليه وما تقولش يبقى تروح لدكتور نفسي بشكل مباشر. اقترح العلاج بلطف كأنها فكرة كويسة. لو كان متوتر أو مضطرب بسبب الوسواس، حاول تهديه وتوجهه للتفكير بشكل أكثر هدوءا. حافظ على خصوصيته وما تنقلش أي تفاصيل عن حكايته لأي شخص بدون إذنه. الوسواس مش أمر يمكن يتحل بسهولة، عشان كده خليك صبور. وفي الآخر نصيحة عامة لينا كلنا: لو أي تفكير اتكرر كتير جوه دماغك، اهرب منه واشغل نفسك بكل الحاجات اللي قلنا عليها قبل كده. اقرا، العب رياضة، روح بيت ربنا، سافر، املى فراغ عقلك عشان تهزم أي وسواس حتى لو كان بسيط.